النهاردة هنتكلم عن سلسلة من أهم سلاسل ون بيس كلها، وهي شرح قصة ون بيس، القصة الأسطورية، القصة اللي مش هيجي زيها تاني. مهما تقولي هجوم العمالقة، تقولي أي أنمي تاني، مش هيجي زي قصة ون بيس عبر التاريخ. سواء في البداية، سواء في النهاية، سواء في الحبكة وربط الأحداث. فأنا في الفيديو ده هنبدأ سلسلة مع بعض كده اسمها عالم عاية وعيش اللي عشته في قصة ون بيس. هي اسمها كده. هتقولي ليه اخترت الاسم ده؟ علشان هعيشك بجد معايا اللي انت ما عشتوش قبل كده، قصة ون بيس. فقبل ما ابدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو علشان نوصل ل1000 مشترك. عايزين نوصل الفيديو ده ل200 لايك، نقدر والله يا شباب. يلا بينا بداية القصة. طيب بداية القصة كانت عبارة عن ايه؟ ظهر ايه؟ طبعا بنشوف ملك القراصنة جولدي روجر على منصة الإعدام. ايه سبب وجوده على منصة الإعدام؟ ما سألتش نفسك هو ايه سبب وجوده على منصة الإعدام؟ سبب وجوده باختصار ان هو أصبح ملك القراصنة واكتشف حقيقة القرن الفارغ. بعد ما هو اكتشف حقيقة القرن الفارغ للأسف هو ما كانش الشخص المختار. اختار لإيه أو لإيه أو إيه؟ أنت بتقول إيه يا باسم؟ أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول شخص مختار ومش عارف إيه وكلام كبير كده. ما يا صاحبي انا جاي لك في الكلام بس اتقل عليا. خلينا نكمل. هو اتعدم ليه؟ زي ما قلت لك عشان هو بقى ملك القراصنة، فاكتشف العصر الفارغ، واكتشف برضه حقيقة دي، واكتشف كنز الون بيس، وده اللي خلى حكومة العالم تنفر منه تعدمه. ايه هو القرن الفارغ انت بتقول ايه يا ابني؟ انت بتقول ايه؟ ايه هو القرن الفارغ وايه إيه الكلام ده يا عم؟ استنى طيب، ما انا هجيلك والله في الكلام. خلينا نكمل بس لحد ما هنجيلك في الكلام. وبعدين بنشوف بطل القصة مونكي دي لوفي. بنشوفه ان هو خلاص بيودع اهله، ان هو ماشي من الجزيرة يشق طريقه في عالم القرصنة. وبنشوف فلاش باك ليه مع القرصان العظيم أكاجامي نو شانكس. مين هو أكاجامي نو شانكس؟ هو أحد الأباطرة الأربعة، وده لسه مش هنعرفه دلوقتي، بس خلينا نتابع الأحداث مع بعض. طيب خلينا نكمل. فبنلاقي يا باشا انه بيحصل فلاش باك ان هو كان شانكس والطاقم بتاعه كانوا قاعدين في حانة في الجزيرة دي اللي كان عايش عليها لوفي. وبعدين بنلاقي احد القراصنة اللي كان فاكر نفسه بريمو عصره ان هو يعني داخل كده. بص المكافأة بتاعت اللي على راسي عاملة كام؟ متخلف والله متخلف. انا كنت زيه كده، كنت لما ضرب شانكس، هو ضرب شانكس يعني وكده، فانا كنت متخيل انه شانكس ايه ده ضعيف قوي، ايه الشخصيه دي؟ بس لما كبرت وعرفت ان هو ما علينا. طيب خلينا نكمل. فبنلاقي بعد كده ان هو لوفي بيتعصب من ضرب الشانكس، وده كان ردة اي طفل او اي ردة اي فعل طفل ان هو يشوف شانكس في المنظر ده ويتضرب. انا كنت منهم بصراحة. فالمهم يعني بنلاقي شانكس بيضحك ومش عارف ايه، فلوفي بيتعصب ويقوم يعني باصص على جنب كده، فبيلاقي فاكهة فيقوم واكلها بيفش غضبه في الأكل. وده حرفيا تطبيق لمقولة إن فش غضبك في الأكل. طيب بعدين بنشوف ايه؟ بنشوف ان لوفي بيتمدد، فبيستغرب شانكس انت عملت ايه؟ فهو بخوف كده بيقول له انت ايه اللي انت اكلته ده؟ بعدين بنشوف الشخص الدب العملاق ده اللي هو لابس نظارة، بيقول له يا لوفي انت اكلت الفاكهة اللي هي شكلها عامل كده، اللي هي جم جم نومي؟ قال له ايوه كان شكلها كده وكان طعمها سيء قوي. قال له يا حمار، يا حمار انت اكلت فاكهة كده مش هتعرف تعوم تاني. ايه لوفي إيه؟ انا مش هعرف اعوم تاني. طبعا هو لوفي بيستغرب، اهم حاجة ان انا اعرف اعوم. مش فارقه معاه ان انت بقيت جسدك مطاطي، ان انت فيما بعد هتبقى شخصيه ذو اثر عظيم في القصه، يعني هتبقى شخص يعتبر من اقوى الشخصيات في ون بيس. خلينا نكمل. بعدين بنلاقي انه شانكس بيسلم له القبعه القشيه، وبعدين بيتجه بيقول له لما تبقى قرصان عظيم يا لوفي يبقى سلمني القبعه. وهنا انا اتصدمت من كميه الفخامه بتاعه شانكس لما قال المقولة دي. وبعدين بنشوف ايه؟ بنرجع طبعا للأحداث الحقيقية. بنشوف لوفي بيواجه الكائن اللي قطع أو أكل إيد شانكس، هو الوحش العملاق. بيديله بنية في وشه، بيطيره، بيكسر له اسنانه. وبعدين بيحصل ايه؟ بعدين بنشوف زورو في هيئة، يعني أول مرة نعرف إن ده زورو أصلا. يعني أنا كنت أول ما شفته قلت هو زورو بتاع الكرتون بتاع زمان اللي احنا كنا بنتفرج عليه، ولا زورو حد تاني؟ لان كان في كرتون اسمه زورو. المهم يعني فبنشوف زورو يعني متصلب ده مش عارف، بس بنكتشف ان هو كان بقى عبء على الحكومة العالمية، ان هو كان صياد للقراصنة قبل ما يكون قرصان.
فكان صياد للقراصنة وكان بيصطاد القراصنة ويسلمها للبحرية، فده أدى إنه يكون في عبء على البحرية، فقالوا إن إحنا ننتهي من رورون وزورو على طول. فحصل فايت بينه أو حصل مشاكل بينه وبين حكومة العالم، فده أدى إن هو يقاتلهم. فالمهم يعني فينا حاجة غريبة قوي إنه لوفي بكل بساطة خد السيوف بتاعتك اتحرر وبس، شرط إن أنت تنضم للطاقم. طبعا زورو اتفاجئ قوي وكان رافض، بس بعدين وافق لأنه شاف إنه لوفي يستاهل ده. وبعدين انطلقوا في بداية القصة، بداية قصة ون بيس الفعلية. بداية قصة ون بيس الفعلية بتبدأ لما لوفي وزورو بيبتدوا إن هما يبحروا مع بعض، بيقابلوا نامي. طيب بيقابلوا نامي ليه وإزاي بيقابلوا نامي؟ كانت بتسرق كده محفظة، فقالت إنها تستخبى أو كانت يعني تبع طاقم باجي، فبتستخبى مع لوفي وكده، وبتقول له ده بيجري ورايا ومش عارف ايه. فلوفي شهمنا يعني كده بيقول لها تعالي معانا وايه، وبعدين بيهزم باجي. ده مش لازم نشرح فيها كتير يعني، مش حتة مهمة يعني. بس اختصارا يعني ان لوفي تواجه مع باجي وهزم باجي وضم نامي مؤقتا لحد ما توصل للجزيرة بتاعتها. هنعرفها ايه هي الجزيرة دي ومين هي نامي وقصتها ايه. بس خلينا نكمل في الاحداث. طيب بعدين بنشوف ايه؟ بنشوف انه بتنضم للطاقم. طبعا اي حد بيسأل لوفي ايه الحلم بتاعك بيقول له ان انا حلمي ملك القراصنة. هو ليه حلم تاني؟ وده هنعرفه خلال الأحداث بتاعت السلسلة. فأنت لو وصلت للفيديو هنا فما تنساش تشترك في القناة، ده تابع معايا أجمد وأحلى سلسلة أنت عمرك ما هتشوفها في أي قناة تانية. فالمهم خلينا نكمل. فطبعا بنشوف بقى إن هما التلاتة بيبحروا مع بعض، وبعدين بنلاقي داخلين على جزيرة جديدة وهي هيبقى فيها قناص الطاقم الأسطورة بتاع تسليك الكاتب يوسف. سقفوا. طبعا انا ما بحبش يعني احبش الحظ، يعني الحظ ده بجد هو حلو بس ما بحبش الحظ في الشخصيات اللي هي الضعيفه. يعني انت لو كنت قوي ومعاك حظ قشطه، انما كنت ضعيف ومعاك حظ لا. فخلينا نكمل لحد ما هنشوف ايه اللي هيحصل. طبعا بنشوف انه لوفي بيتواجه مع واحد كده صاحب مخالب كده طويله وبيهزمه، وبعدين بيضم يوسف للطاقم بتاعه، بيكون قناص الطاقم ومخترع الأجهزة في الطاقم. وبعدين بنشوف ايه؟ بنشوف انه بيتجهوا لمطعم علشان ياكلوا، وبنشوف احداث كده مضحكة جدا بين لوفي وزيف، ان هو بيقع على زيف وبيقول له ان انت كسرت المطعم فانت هتشتغل في المطعم بتاعي لحد ما تسدد. فلوفي بيوافق كعادته الطيبة، وبعدين بيبدأ إن هو يشوف سانجي، بيتعرف على سانجي وبيعجب بيه جدا وبشخصيته، إن هو يعرض عليه إن هو ينضم للطاقم ويكون الطباخ الرسمي بتاع الطاقم. طبعا سانجي بيرفض في الأول، بس بيحصل كده شوية أحداث إن هو بيحصل فايت بينه وبين كام كاركتر كده في القصة، ومش لازم ما ابدأش في الأسماء قوي، أنا مش حافظ أسماء كتيرة بس حافظ بالشكل. المهم يعني فبنلاقي إنه بيتواجه مع الشخصيات دي وبيهزمها، وفي الآخر بينضم سانجي للطاقم وبيشكر زيف على كل حاجة هو عملها. بس قبلها بنشوف فلاش باك بينه وبين زيف، ايه اللي وصلهم للحالة دي؟ ان هم ميتين من الجوع مش لاقيين اكل، وزيف قطع رجله ومش لاقيين اكل، ده هنعرفه خلال القصة. المهم فبنلاقي انه بينضم للطاقم وبتبدأ رباعي أو خماسي القصة للانطلاق نحو الوجهة القادمة، وهي جزيرة نامي وأرك أرلو. هو القصة الرسمية بتاعت نامي القطة السارقة نامي. فبنشوف إنها بترجع للقرية بتاعتها، بتحصل أحداث مواقف، وبتقول لهم إن أنا خلاص مش عاوز إن أنا أنضم للطاقم، أنا أصلا الطاقم بتاعي أورلينج ومش عارف إيه، وقصص من دي حمضانة يعني. فلوفي ما بيقتنعش، ففي الآخر بيحصل غدر بين أورلينج ونامي، وفي الآخر كانوا عايزين يقتلوها، بس لوفي أنقذ الوضع ولبسها القبعة القشية، وتوجه لوفي وياسوب وزورو وسانجي نحو أيرلونج، وبيبدأوا إن هما فايت معاه ومع الطاقم بتاعه. وفي الأخير لوفي آم، بيحصل كده فايت استهزاء بصراحة، أنا بالنسبة لي الفايت ده استهزاء. بيهزم أرلونج، وبعد ما بيهزم أرلونج بيبدأ إن هو ي- خلاص خد نامي الرسمي، وبتبدأ نامي تقول له إن أنا انضميت للطاقم بتاعكو رسمي. وبعدين بنشوف إنه
متوجهين للواجهة اللي بعد كده الجراند لاين، وده البحر اللي محدش بيعرف يعدي او ما بيعرفش يخرج منه، يعني ما بيعرفش يعديه وما بيعرفش يخرج منه. فالحمد لله ان الطاقم عدى منه على خير ودخل على الارك اللي بعده وهو جزيرة الاباستا. طبعا بنشوف انه لوفي والطاقم بتاعه بيروحوا الاباستا علشان يحرروا حد في الطاقم انضم حديثا برضه وكان مهم جدا في الأحداث إنها فيفي. فبنشوف لوفي متجه إن هو يواجه من أقوى شخصيات القصة وهي كروكودايل اللي هو تشيتشيبوكاي تابع للحكومة البحرية. وبنعرف إن في 7 حكام أو 7 تشيتشيبوكاي في حكومة العالم، ودول اللوفي اللي هيتجه نحو هزيمتهم في القصة. طبعا هو لوفي بيواجهه لأول مرة وبيخسر، وبعدين لتاني مرة وبيكسب. طبعا هو بيكتشف ان نقطة ضعفه في خلال الفايت هي الماء، وانه هو مش منيع ضد الماء، بالعكس انه الماء بيكون سبب ضعف قوته وسبب ضعف الفاكهة بتاعته اللي هي صحراء نومي او رمال نومي، مش فاكر يا ده. بعد كده بنتجه نحو الارك اللي بعد كده واللي هو ارك الانسلوبي واعلان الحرب على حكومة العالم لاختطافهم روبي. طبعا بنشوف انه احد افراد الطاقم انضم جديد وهي روبن. طبعا ما كانش حد مرحب بيها لانها كانت اليد اليمنى لكروكودايل، بس في الاخر وافقوا وانضمت للطاقم. وبكده بنكون ضمينا الطاقم. نسيت توني تشوبر، نسيت احكي عن حاجه مهمه قوي قبل ارك الاباستا، وهو ارك مهم جدا انا مش فاكر اسمه، بس هو اختصارا ان هو كان انضم في توني تشوبر للطاقم. طيب بعدين يا باسم، بعدين بنشوف انه دخلنا ارك الاباستا ودخلت في وكده بقى في 6 اعضاء للطاقم. وبعدين بنشوف انه في لا خلاص بتسيب الطاقم عشان تبقى ماسكة مملكة الاباستا اللي هي المملكة الأساسية بتاعتها. وبنشوف بعدين انضمام نيكو روبن. وبعدين بنشوف حاجة مهمة جدا جدا جدا، انهم رايحين ناحية انس لوبي بعد ما اختطفوا روبن. اختطفوا روبن ليه؟ لأن روبن كانت من جزيرة أوهارا اللي هي اكتشفت القرن المفقود من عالم ما هنعرفه في المستقبل وفي الأحداث الجاية. المهم يعني فهم بتاعنا لازم تهزم روب دوتش. بنشوف أكبر تمهيد للقصة كلها واللي هي حرب المارين فور. قبل حرب المارين فورد حصلت أحداث واللي هي إنه إيس تواجه مع تيتش لأن تيتش كان رايح يقبض على لوفي اللي هو قبعة القش مونكي دي لوفي، ولكن بيتواجه مع إيس، فده بيؤدي إنه تيتش يهزم إيس، وده كانت حاجة مستحيلة لأن إيس قوي جدا. فمين هو إيس؟ إيس هو أخو لوفي بالتبني، كانوا عايشين مع بعض في الجزيرة اللي كان لوفي عايش عليها. طبعا هو ليهم أخ تالت بس هنشوفه خلال الأحداث. طيب وبعدين هنشوف إيه؟ هنشوف يا صاحبي إنه دلوقتي لوفي بيتم إنقاذه من قبل إيس، وبيكون كبش الفدا للأسف إيس بيسلمه لحكومة العالم. وبنكتشف إن إيس ابن ملك القراصنة جولدي روجر، ودي كانت الصدمة. وبنكتشف برضو انه لوفي ابن الثوري دوراجون مونكي دي دوراجون. مين هو مونكي دي دوراجون؟ هو حفيد مونكي دي جارب. مين هو مونكي دي جارب؟ هو بطل البحرية. طب ليه تسمى بطل البحرية؟ انت هتفضل تسأل نفسك معايا في الفيديو فمش هنخلص، فانا هبقى اقول لك كل حاجة في وقتها. بس انا لو شفتك لحد دلوقتي ما اشتركتش للاسف مش هتخليني اكمل السلسلة، فاشترك في القناة ودوس لايك واكتب لي كومنت في الاحداث المذهلة دي. ايه اللي شدك في الاحداث؟ قول لي كده خلينا نتناقش مع بعض، انا برضه على كل التعليقات. المهم خلينا نكمل. بنشوف بداية حرب المارين فورد، انه لوفي بيسمع خبر انه ايس اتقبض عليه بعد ما الطاقم اتفرق ارك شابوندي. ونسيت برضو احكي عن حاجة معينة، ان هم تواجهوا مع موريا التشيبوكاي وهزموه، وللأسف كوما حصل كده شوية حاجات كده ادت ان كوما يسيبهم عايشين. هنعرف قصة كوما دي اصلا خلال القصة، قصة مؤثرة جدا جدا جدا. فخلال السلسلة دي هنشوف بجد قصة كوما. ونروح للارك اللي بعد كده اللي هو ارك ارخبيل شابوندي، اللي هو ارك اللي اتفرق فيه الطاقم قبل المارين فورد، لانه كيزارو كان هيعمل منهم خطة بيتا بالصلصة. مين هو كيزارو؟ هو
أحد أدميرالات البحرية مع ساكازوكي أو أكاينو ومع أوكيجي. خش على الأرك اللي بعد كده اللي هو أمازون ليلي، أرك جزيرة النساء، والقائدة بو هانكوك ضد يعني فيما المختصر يعني انها بتقع في الحب مع لوفي، ده اختصارا يعني، وبتوصله للوجهه اللي هو عاوزها. ايه الباف بعد ما بيعرف ان ايس اتقبض عليه. فبنروح للارك اللي بعد كده وهو ارك المارين فورد. ارك المارين فورد ده من اقوى الاركات ومن اقوى الفايتات، وبنشوف شخصيات جديده منها ادوارد نيوجنت اللحيه البيضاء بالطاقم بتاعه او بالاسطول بتاعه كله متجه نحو انقاذ ايس، لانه ايس كان احد افراد طاقم الوايت بيرد. بعدين حرب القمه، ارك حرب القمه، وبنشوف موت للاسف ايس واللحيه البيضاء، وبيحصل انه شانكس بيتدخل، وده شانكس اللي ادى للوفي القبعة، ولوفي للأسف بيغمى عليه من الصدمة، فبيؤدي انه لوفي لازما يبقى اقوى، فبيقول للطاقم في رسالة مشفرة انه هنقعد سنتين بنتدرب. وبس كده، ده نهاية المقطع أو نهاية الجزء الأول من قصة ون بيس الأسطورية والحماسية واللي أنا تابعتها واللي معجب بيها جدا لحد دلوقتي، وهي أفضل مانجا وأفضل قصة وأفضل حبكة وأفضل بداية وأفضل هتكون أفضل نهاية بإذن الله من سنة 97 لحد دلوقتي، ما يقارب 30 سنة على القصة. عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو. خلاص عايزين نوصل ل1000 مشترك خلال الشهر ده. وفيكتور لايك.